يا باحثا علما تريد، يا باحثا علما تريد، نفعا صلاحا تستزيد، اصبر وداوم لا تحيد، لا يبلغ العلم البليد، فهو الكريم هو الشديد، وهو القريب هو البعيد، وهو العسير على العنيد، وهو اليسير لمن يجيد. إن كنت ذا عقل رشيد فلتحصدا زمن الحصيد، واضرب إذا حمي الحديد، لا تهملن يملو الصديد. إياك والصيد الشريد، قيد بحبلك ما تصيد، إن يجمعوا مالا مديد، فاغنى بعلمك واستفيد. يا وارث العلم السديد، احفظه يا صاح وزيد، اجمع علومك واستعيد، قبل الفوات فمن يعيد. من ورث العلم السعيد، ما مات بل يحيا مجيد. طيب، أول سؤال كان معانا المرة اللي فاتت صح؟ طيب، مصرف الوقف لو دلوقتي وقف وشرط الواقف شرط مثلا على إيه؟ أو لم يشترط شرط، وقف الحاجة ديت ولم يشترط فيها شرط، هتصرف في إيه؟ وهتوقف على إيه؟ يرجع للموان العادي عادي. تمام، يبقى أول حاجة إيه؟ لو لم يشترط شروطا، يبقى لو في عادة وعرف في البلد دوت ماشي في الوقف، إن الوقف دوت المقصود بيه إن هو بينفق في كذا أو كذا أو كذا، يبقى يرجع فيه إلى العادة أو العرف. طيب، لو ما فيش بقى إيه؟ لا خلاص بقى، أنت خلاص لو ما فيش دلوقتي عرف ولا عادة فيها. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام يا حاج عمرو. يبقى يرجع لإيه؟ لورثته. لورثته يبقى بالإيه؟ عليك السلام كده. ماشي. طيب، ايه معنى نص الواقف كنص الشارع؟ نص الوقت كنص الشارع. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يجرم كلامه كنص الشارع، الا انه يعني هو يعني ينفذ يعني كلامه ما وصل به كنص الشارع، الا انه ليس يعني ايه كنص الشارع؟ ما انا عارف كنص الشارع، يعني ايه كنص الشارع بقى؟ هو شارع القرآن التشريع. ايوه، يعني ايه بقى دلوقتي ان دلوقتي بقول ونص الواقف كنص الشارع، يعني هل دلوقتي وجوب كلام الواقف دوت زي وجوب كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ في تطبيق كلامه كما كجريان كحكم الشارع، ولكن في التنفيذ ايه يعني ايه جريان؟ انا والله ما فاكرها، انا قاريها وسمعها. كنت معانا المره اللي فاتت؟ احنا شفنا في لزوم العمل، يلزم العمل به كما يلزم العمل بكلام الشارع، ما دام لم يخالف الشريعه. يبقى في نص الوقت نص الشارع في الفهم والدلاله. ايوه احسنت، في الفهم والدلاله مش في الوجوب. يعني قلنا دلوقتي نص الشارع يفهم منه مثلا ايه؟ الاطلاق، التقييد، العموم، الخصوص. كلام الواقف يفهم منه ما يفهم من دلاله الشرع. ماشي؟ ايه في الايه؟ في الفهم والدلاله، لا في وجوب العمل. يعني دلوقتي ايه؟ مش هيبقى حكم الوجوب فيه زي حكم الشارع. يعني دلوقتي انت ايه؟ لو قلت لواحد روح هات لي ميه، ده امر. هل هينزل كلامك ده بنص على نفس كلام الشارع؟
ان يلزم من الامر الوجوب؟ لا، فهنا ينزل كلام الايه الواقف ككلام الشارع، او يفهم من كلام الواقف مثل كلام الشارع في الفهم والدلاله، لا في وجوب الايه العمل. طيب لو واحد اشترط في وقفه، من اللي عليه الدور؟ انت اللي جاوبت السيد. تعال يا سيد عشان تجاوب. طيب ان اشترط في في وقفه عدم اخذ مثلا ايه اهل السنه من هذا الوقف، ليه لا يعمل بشرطه؟ لأن مقصود الوقف أصلا حصول الإيه؟ البر والإحسان. فدلوقتي لو أنت شرطت عدم دخول أهل السنة في الإيه؟ في هذا الوقف، يبقى أنت شرطه في إيه؟ معصية. يبقى أنت كده بتعين على الإثم والعدوان، والوقف المقصود به الإعانة على الإيه؟ على البر والتقوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله، الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. طيب تعيين الناظر، تعيين الناظر بيرجع لمين؟ يعني النظر بيرجع لصاحب الوقف. ماشي، لو ما حددش لو ما حددش يبقى النظر الموقوف عليه. اللي هو المالك العام. ده ما خدتوهاش انتوا اصلا ليه؟ انتوا واقفين عندها. ان لم يكن الناظر عليك صح كده، ان لم يكن الايه؟ المعين من قبل ايه؟ صاحب الوقف، دي لسه هتيجي النهارده. فده كده خلاص السؤال ده ملغي. طيب ايه شروط الناظر؟ الاسلام ده مجمع عليه ولا في خلاف؟ شرط الاسلام في الناظر ده مجمع عليه ولا في خلاف؟ مين اللي خالف فيه؟ ما ذاكرتش؟ طب ما ذاكرتش ليه؟ عشان انا عندك اقتراح لو سمحت، ما يذاكرش وانا اقول لهم يدفع نفقه هنا عشان حيث بقى وبعد كده زودها ماشي ماشي كده بعد 50 يعني والاحناف اللي لم يشترطوا الاسلام في الايه؟ في الناظر. ماشي. وطبعا احنا قلنا ايه؟ الراجح طبعا قول الجمهور. ليه؟ ايه الدليل اللي احنا قلنا ان الراجح قول الجمهور؟ ايه الدليل اللي بيرجح قول الجمهور؟ انا سالت، انا بقول لك هو. طب وايه تاني؟ طب ده دليل هو قاله، ايه الدليل تاني؟ مش من السنة، من القرآن برضه. وآية أنا قلتها لكم برضه المرة اللي فاتت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، لا يبتلوا الكافرين ماشي. دي آية تانية. لا يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني لا يكون لهم ولاية على الإيه؟ على المسلمين. والناظر ده له ولاية على الإيه؟ على المسلم. ماشي، بس هو هيقول لك إيه؟ افرض بقى ما لهمش عداوة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليه. فيقول لك خلاص ما ملوش عداوة يبقى مش هيدخل فيهم. أما إيه؟ يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يبقى جميع اليهود وجميع النصارى. طيب الشرط شيء تاني من الشروط. انت ذكرت مين اللي ذكر الاسلام؟ الشرط التاني التكليف. ده بقى يدخل فيه ايه؟ يبقى البلوغ بالاجماع والعقل بالاجماع، وكذلك ليه؟ الرشد. يبقى التكليف دوت يبقى ان يكون مكلف، يبقى ايه؟
يبقى يجمع بين الايه؟ بين البلوغ والعقل والايه؟ والرشد. الرشد اللي هو ايه؟ حسن التصرف. صلاة العشاء احنا استلحينا. طيب ايه تاني؟ الشروط تاني. القدرة على القيام بمصالح الوقف. التكليف ده انت اللي عليك يا سيد. ايه شرط؟ قال لك شرط الاسلام وشرط التكليف. ايه تاني من الشروط؟ هم 5 شروط. قول بقيه الثلاثه. الاسلام التكليف والبلوغ وحسن التصرف. انا التكليف والبلوغ، ما هو التكليف هو من ضمنه البلوغ. اسلام وتكليف والرشد. الرشد ده من ضمن التكليف برضه. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انت مش مذاكر وما سمعتش حتى اجابه السؤال بتاعته. والله انا قاري وانا جاي دلوقتي. ماشي. ماشي. طيب كمل. ده هم صفحه ونص، يعني اما لو كنتوا خدتوا 3 صفحات ولا 4 صفحات كنت عملت ايه؟ ان شاء الله هتسجله بقى. طيب ماشي. ها ماشي. بقيه الشروط. الاسلام والبلوغ. انا بقول لحضرتك الاسلام والتكليف. التكليف داخل فيه البلوغ والتمييز والرشد. ايه الشرط الثالث؟ ها يا عم محمد. القدرة على القيام بمصالح الوقف. ماشي. القدرة يبقى كده 3. ايه تاني؟ القدرة دي اللي هي احنا ايه هو هنا معرفة اللي هي الكفاية على التصرف. قلنا الكفاية دي معناها القدرة على الايه؟ على إدارة الوقف. ده معنى الكفاية. لا، الكفاية والخبرة مش القدرة بقى، القوة. القدرة غير القوة. الخبرة ديت الرابعة. ماشي. يبقى كده ايه؟ اسلام، تكليف، ايه تاني؟ كفاية اللي هي القدرة، خبرة والقوة عليه. ماشي. وطبعا في شرط تاني اشترطوا الشافعية او لم في بعض العلماء اشترطوه، والحنفية والشافعية اللي قالوا بالشرطية ديت اللي هي شرطية الايه؟ الحرية. قالوا انه يشترط في الناظر الحرية، والجمهور على عدم اشتراط الحرية. وطبعا الصحيح اشتراط الحرية. ليه؟ لأن العبد أصلا لا يملك شيء من ماله، ولا يملك التصرف في ايه؟ في نفسه، حتى يملك التصرف لغيره. فلذلك الشافعية اشترطوا الايه؟ الحرية. والصحيح ان ده شرط ايه؟ شرط صحيح. ولكن لا يشترط بقى الايه؟ الإبصار ولا الذكورية. ماشي. يبقى لا يشترط، ده ما قلناش المرة اللي فاتت. ماشي. يبقى لا يشترط الذكورية. يبقى يجوز للناظر ده ان يكون ايه؟ أنثى، زي ما سيدنا عمر ايه؟ جعل النظر على الوقف مين؟ حفصة رضي الله عنها. ماشي. وكذلك لا يشترط الايه؟ الإبصار. لأن الإبصار ده لا يمنع من الايه؟ من القدرة ولا من الايه؟ القوة ولا من الخبرة. طيب آخر حاجة توقفنا عندها، قال فإن لم يشترط الواقف ناظرا. ماشي. حد يقرأ؟ فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف. يبقى احنا ايه؟ ده كله راجع بقى الجزء اللي احنا قلناه، ويرجع في شرطه، يعني في شرط الناظر الى ايه؟ الى الواقف. يبقى مين اللي هيحتاج؟ يبقى مين اللي هيحدد الناظر على الوقف؟ مين اللي هيحدد الناظر على الوقف؟ صاحب الوقف نفسه. طيب ان لم يحدد صاحب الوقف ناظرا، ده بقى الجزء اللي هنتكلم عليه. قال فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلقا. يبقى لو صاحب الوقف ده او صاحب المال ده اللي اوقف ماله ده ما حددش ناظر على الوقف، يبقى هيكون مين الناظر على الوقف ده؟ الموقوف عليه. ماشي. عدلا كان او فاسقا، رجلا او امرأة، رشيدا او محجورا. خلي بالك قال ايه؟ عدلا كان او فاسقا. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في مساله ايه؟ مساله العداله دي. هل يشترط العداله في الناظر على الوقف ولا لا يشترط؟ لا تشترط. يشترط بس يشترط ان كان الوقف ولا محدد. يشترط ايه؟ يعني ان هو يحسن التصرف في اداره المال. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. انا مش حاول المره اللي فاتت. طيب ما الشرايط، مش احنا قلنا اللي ما يحضرش ده مش عذر. ده انت ما حضرتش يبقى تسمع الشرايط، ما سمعتش الشرايط يبقى ده كده ايه؟ غيابيه. 20 جنيه. طيب احنا قلنا المره اللي فاتت ان دلوقتي ان لم
يحدد الواقف صاحب الوقف ناظرا معينا حتى ولو كان فاسقا. يعني هو دلوقتي لو ما حد قال لك ايه خلاص النظر لاي حد من الورثه، يبقى ده يشترط فيه العداله. اما لو حدد شخص معين يبقى ده اللي لا يشترط فيه العداله. ماشي. قلنا دلوقتي يبقى لو كان فاسقا فلو حدده صاحب الوقف يجوز ان يكون فاسقا، بس شرط ان يكون ايه؟ لا غير معين. ما احنا قلنا خلاص هو لازم يكون معين، بس يشترط معاه ايه؟ مع واحد لا امين. احسنت، ان يكون امينا. يبقى هنا ايه؟ مش هنشترط العداله. لو هو صاحب المال اوقف ناظر ونجعل الناظر واحد معين، لو كان فاسق جاز، بس بشرط ان يكون امينا. طيب لو لم يكن امينا اضيف اليه ايه؟ امين. ماشي. حيث كان محصورا كأولاده يبقى ايه؟ فإن لم يشترط الوقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. يعني حيث كان محصورا ايه؟ لو محدد ناس معينه. اما لو مش محدد ناس معينه على فقراء المسلمين، يبقى هنا ده ايه؟ مش هيعرف يحدد. فقراء المسلمين دول كلهم هيجوا كلهم يبقوا هم النظار على الوقف، هيحصل طبعا ايه؟ نزاع وشقاق، فهنا يرجع لولي الامر. كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. يعني هو دلوقتي جه قال هذا المال وقف على أولادي، وهو ليه مثلا 3 صبيان وبنتين. ماشي. يبقى هنا دلوقتي الوقف ده هيبقى تقسيمه ازاي؟ هيبقى زي الارث. لا، التساوي. الوقف بالتساوي. الوقف ده بالتساوي، الا لو هو حدد كالارث يبقى خلاص، يبقى هيبقى ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. اما ما حددش هيبقى على الاطلاق. ماشي. هيبقى كلهم بالتساوي، يبقى كده ليه ايه؟ يعتبروا 5، كل واحد ليه خمس الوقف. فهنا لو هو ما حددش ناظر هيبقى كل واحد ناظر على خمس الوقف. ليه؟ لان هو ده نصيبه، لان هم ايه؟ مشتركين، فما ينفعش واحد فيهم ايه؟ الا لو هم اتفقوا هم ال5 على ان واحد منهم يكون ناظر، فخلاص هو ده ايه؟ الامر ملكهم، ودوت هم ايه؟ اجازوا لهذا الشخص ان يكون ناظرا على الوقف. طب ما اجازوش، يبقى كل واحد من ال5 هيكون ناظرا على خمس الوقف، اللي هو ايه؟ نصيبه من الوقف. تمام. ماشي. وإلا فللحاكم أو نائبه النظر. يعني دلوقتي لو هم عددهم بقى غير محصور، زي فقراء المسلمين، زي المسجد مثلا، واحد وقف مسجد لله، ده كده هيبقى على مين؟ على جميع المسلمين. فكده هنجيب ناظر منين؟ من جميع المسلمين. فيبقى هنا دوت هيرجع فيه لولي الامر، زي ما بيحصل دلوقتي في الاوقاف. الوقف اللي بيحصل، الاوقاف دي كلها اللي بيعينها مين؟ وزارة الاوقاف او وزير الاوقاف او نائب ولي الامر او ولي الامر نفسه. أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين. يبقى حيث فإن لم يشترط الوقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. يبقى لو ما كانش محصور يبقى للحاكم أو نائبه، يعني اللي وكله الحاكم في إن هو ينظر في ناظر الوقف. أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لأنه ليس له مالك معين، لأن ده ملك جميع المسلمين. ماشي. ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، لأن ده اللي مش معين ده هيبقى كل من يندرج تحت لفظ الفقراء والمساكين أو المصلين أو المسلمين هيندرج تحت الوقف ده. فلذلك هيبقى الأمر فيه لولي الأمر، للحاكم. ففوض الأمر فيه إلى الحاكم، ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص. يعني لو صاحب المال عين ناظر خاص ما ينفعش يجي واحد ما ينفعش الحاكم يتقل. طيب ده ينطبق على ايه بقى؟ خلينا، انت ليك معايا 100 جنيه فكرنا الدقايق، خدها عشان ما ننساش. لا لا خلاص. غرامة السعودية انا اخطأت دكتور خلاص يا مولانا الله يبارك لك. امسك جزيتك عقبال ما تكون عمره بعد كده. جزاك الله خير. جزاك. السؤال بنقول ايه؟
بنقول دلوقتي لا نظر للحاكم مع وجود ناظر خاص. يبقى صاحب الملك عين ناظر خاص على الوقف، يبقى للحاكم ملوش ان هو يتدخل في هذا الايه الوقف. طيب ايه صورة المخالفة اللي بتحصل في زماننا دلوقتي في الامر ده؟ طبعا احنا الاصل ان احنا بنتعلم الفقه ليه؟ نتعلمه ليه؟ لفهم الواقع. عشان نعرف مسائل ولا عشان يبقى تطبيق في الواقع؟ عشان تعرف دلوقتي ايه الموافق للشرع وايه المخالف للشرع، عشان تزيل المخالفات الشرعية وتطبق الاحكام الشرعية. فيبقى لازم لما اجي اخد مسألة ابدا ايه؟ اتحرى فيها الواقع اللي بيحصل فيه. ايه المخالفات اللي موجودة في الواقع اللي انا عايشه اللي بتخالف هذا الامر، عشان ابدا ازيل المخالفات ديت ان كان في استطاعتي ان ازيلها، او احقق الامر الشرعي ده ان كان في استطاعتي ان انا ايه احققه. فهنا ايه من صور المخالفات اللي بتحصل في مثل هذا الامر ان الحاكم يكون له نظر مع وجود ناظر خاص. زي ايه؟ المشايخ بيقولوا ان يعني كان في ناس اوقفوا ايام زمان حاجات الحكومه خدتها كده تصرفوا فيها زي ما هم عايزين. ماشي، بس ده هل ده معلوم ان هو عين ليه ناظر ولا مش ولا ما عينش؟ لو ما عينش ناظر ما هو يبقى ده ايه؟ هيبقى امر للولي الامر اصلا زي ما احنا قلنا هنا. زي الاوقاف دلوقتي الواحد يعمل ابن جامع مش عاوز يعمل كده، الاوقاف دي يقعدوا معاه. احسن. جميل. جايزه بقى. ازاي؟ دلوقتي انا جيت بنيت مسجد مثلا تبع جمعيه انصار السنه، تبع الجمعيه الشرعيه، تبع اي جمعيه خيريه. اوقفوا وجعل مين الناظر عليه؟ الجمعيه. فهنا تيجي الدوله تعمل ايه؟ بتضمه للاوقاف وتاخذ وتجعل هي نفسها الناظر ايه؟ الناظر عليه. فده مخالفه شرعيه. ليه؟ لان هنا صاحب الوقف جعل ايه؟ ناظر خاص بالوقف، فلا يجوز للحاكم ان يكون له نظر مع وجود ناظر ايه؟ ناظر خاص. فدي من المخالفات الشرعيه اللي احنا ايه؟ واقعين فيها في زمن. طيب ينفع نغيرها؟ ينفع نغيرها؟ ليس في الاستطاعة. ايوه، ده مش في الايه؟ مش في الامكان، فالاثم على الايه؟ على الفاعل. ولكن احنا بنبقى عارفين المخالفه الشرعيه ليه؟ عشان لو فرض ان شاء الله وطبقت الشريعه الاسلاميه يبقى انت عارف ايه المخالفات اللي موجوده، يبقى انت عندك ايه؟ حلم ان انت ايه؟ تزيل هذه المخالفات، حتى تبقى انت ايه؟ رفعت عن نفسك الحرج، يبقى حدثت نفسك بالامر الشرعي حتى لو لم تستطع عن ايه؟ ان تفعله. لان خلي بالك احنا متعبدين في الامور الشرعيه اللي لا يمكن تطبيقها ان انت يبقى عندك تشوف وحلم واراده وغايه ان انت تحقق هذا الامر الشرعي. فيبقى دوت ايه؟ زي ايه؟ من مات فلم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة ايه؟ جاهليه. طب هو مش مستطيع للغزو، يبقى اقل ما فيها ايه؟ يحدث نفسه بالغزو. زي كده المسائل دي كلها انت مش قادر تزيل المنكر دوت، يبقى على الاقل تحدث نفسك ايه؟ بيه. لو ايه؟ لو طبق الشرع ان احنا نطبق كذا ونعمل كذا، ده انت من الامور اللي انت متعبد بيها. ليه؟ ده بيجعل القلب مسخر او ايه؟ او عنده تشوف لتطبيق الشرع. فلما يجي يحصل الحاجات دي كلها او يطبق الشرع يبقى الانسان ايه؟ يؤجر حتى لو لم يطبق، يؤجر على هذه النية. قال في الفروع أطلقه الأصحاب، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله. استنى، يبقى هنا بنقول ايه؟ ولا نظر الحاكم مع نظر خاص. ولا نظر الحاكم مع نظر خاص. قال الفروع أطلقه الأصحاب. أطلقه الأصحاب يعني مين؟ يعني الحنابلة، لأن الكتاب ده كتاب إيه؟ حنبلي. فإيه؟ أطلقه الأصحاب. الفروع دوت إيه؟ كتاب الفروع ده لابن مفلح من كتب الحنابلة. أطلقه الأصحاب يعني الإيه؟ الحنابلة. لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. دي الحالة الوحيدة اللي للحاكم أن يتدخل فيها. إن يجي إيه؟ صاحب الوقف يبقى وقف المال دوت أو الوقف ده على جهة معينة، وجي الناظر عامل فيها، فرط في الإيه؟ في الأمر أو تجاوز الحد. يعني إيه؟ ترك المأمور به أو فعل ما نهي عنه، اللي هو إيه؟ الإفراط والتفريط. فرط أو إيه؟ الإفراط أو تفريط. لو حدث ذلك من الناظر فللحاكم في هذه الحالة إن هو يعمل إيه؟ أن يتدخل لإيه؟ إزالة المنكر. لإزالة هذا الإيه؟ هذا المنكر، لأن ده يعتبر إيه؟ يعتبر مخالفة لإيه؟ للوقف الشرعي. والحاكم كده كده إيه؟ مسؤول عن كل هذه الأمور الشرعية. هو بيرى الإيه؟ الأمور. لو صاحب الوقف نظر جعل نظر معين، يبقى خلاص يبقى النظر ليه.
ولكن الحاكم هنا مش معناه ان هو يرفع يده عن المنكرات اللي بتحصل والامور دي كلها. الحاكم مأمور شرعا ان هو ينظر في ايه؟ في الامور الشرعيه، هل هي مطبقه او غير مطبقه؟ زي الصلاه، هل الحاكم يقول لك انا ماليش دعوه اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش؟ لا، الامور مش كده. هل الحاكم يقول دلوقتي اللي عاوز والعياذ بالله يزني يزني واللي مش عايز يزني هو حر؟ لا، الامور دي كلها امور الشرع كلها مخاطب بها الايه؟ ولي الامر. فيبقى هو ليه نظر في هذا الامر، ان خالف الايه؟ الناظر الامر الشرعي فيها يبقى للحاكم ان يتدخل لازاله هذا الايه؟ هذا المنكر. يبقى لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته. ووظيفة الناظر دي بقى ايه؟ الوظائف بقى اللي بيعملها الايه؟ الناظر. حفظ الوقف، لان معنى ان هو ناظر ان هو امين عليه، يبقى بايه؟ بيحفظ هذا الوقف من الايه؟ من الضياع. وعمارته، يعني لو ايه؟ لو تلف منه شيء او فسد منه شيء ان هو يعيد ايه؟ يعيد عمارته. وايجاره وزرعه، لو حاجه ايه؟ غير المساجد، حاجه بتبقى ايه؟ مزارع، اراضي، شقق، الحاجات دي كلها، يبقى لو كان دي بتؤجر يبقى هو وظيفه الناظر ان ايه؟ ان يؤجره. ماشي. وايجاره وزرعه ان كان ارض ايه؟ زراعيه. والمخاصمه فيه، يعني لو جه حد ادعى فيه شيء ليس له فيه، لان هو ايه؟ يخاصم فيه ويرفع قضيه فيه عشان يسترد الايه؟ يسترد حق الواقف. وتحصيل ريعه، يعني تحصيل ارباحه. ماشي، لانه ده اصلا ايه؟ مقصود الوقف ان هو ايه؟ يخرج منه ارباح تنفق على الايه؟ على الموقوف عليهم. وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته، لان ده ايه؟ مقصود الوقف دوام الايه؟ دوام الوقف. فدوام الوقف ده يستدعي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يجتهد في تنميته حتى ايه؟ يزيد ثوابه. وصرف الريع في جهاته، جهاته يعني الايه؟ الناس الموقوف ايه؟ الموقوف عليهم. وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا. يعني ايه طلب الحظ مطلوب فيه مطلوب شرعا؟ يبقى هنا الواقف ليس له، الناظر ليس له ان يفعل في الوقف الا ما فيه صلاح الايه؟ صلاح الوقف. لو عمل حاجه صفقه مثلا معينه، الصفقه دي هيبقى فيها ايه؟ يعني مثلا كان قدامه صفقتين، صفقه اعلى ربحا وصفقه تانية اقل ربحا، يبقى ليس له ان يفعل الصفقه الاقل ايه؟ اقل، لان ايه؟ حكم الناظر ان يرى ايه؟ ما فيه حظ للايه؟ للوقف والموقوف عليهم، فلازم يفعل الايه؟ ما فيه حظ. فقال وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا. يبقى هنا دلوقتي لو طلب ما ليس فيه حظ يبقى ده هنا كده ايه؟ مفرط. يبقى هيعمل ايه؟ غير الحاكم شرعا بقى انا بحكم عليه، هحكم عليه بايه؟ انه ما كده مفرط فهيغرم. ماشي؟ لان احنا قلنا ايه؟ الناظر ده امين، والامين لا يضمن الا بالايه؟ بالتعدي او التفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ماشي؟ وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك الى الناظر. وان اجره بانقص من اجره مثله صح عقد الاجاره وضمن الناظر. ليه بقى؟ لانه هنا ايه؟ فرط. فهنا فرط يبقى هيضمن. ماشي؟ وضمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. ان كان المستحق غيره يعني ايه؟ لو كان الناظر ده من غير الموقوف عليهم، يعني لو كان الناظر ده هو الموقوف عليه خلاص هو حقه هو تنازل عنه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فهو لو تنازل عن حقه ده حقه وما فيش مشكله فيه. اما لو كان الموقوف عليه غير الناظر يبقى ليس له ان يفعل ذلك، وان فعل ضمن. ماشي؟ يبقى انا بيقول ايه؟ وضمن النقص ان كان المستحق غيره، لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، يعني الاحظ ايه؟ الاحظ ليهم، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. ماشي؟ لانه بيفعل الايه؟ الاحظ للوقف. وله الاكل بمعروف نص عليه. ليه بقى؟ طبعا مساله الحفظ الوقف ده والنظر عليه دي مساله فيها ايه؟ فيها مشقه وجهد. ليه؟ لان اغلب الوقف ده بيبقى ايه؟ موقوف على المسلمين كلها بتوزع يعني مثلا زي جمعيه خيريه ده وقف،
محتاج دلوقتي ايه، بتبحث فقراء حالاتهم مستحقين ولا غير مستحقين، وتوزع الحاجات دي كلها وتعيد البحث والامور دي كلها واداره المسائل دي كلها. وكيكه مثلا الشؤون دلوقتي بيبقى ليها متابعه عليك، في قيود محاسبيه لازم بتعملها ودفاتر لازم بتقيد فيها، فالمساله فيها مشقه محتاجه ايه؟ محتاجه تفرغ. فلو قلنا ان هو ملوش ان هو ياكل من الوقف هيترتب عليها ايه؟ ضياع الايه؟ ضياع الوقف. لذلك الشرع جعل للواقف ان ياكل من هذا الوقف بالمعروف حتى ولو كان غنيا، من باب ايه؟ حفظ مصالح المسلمين. وده دليل على محاسن الشريعه الاسلاميه، ان الشريعه الاسلاميه جاءت بايه؟ بتحصيل الايه؟ المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فده من ضمن الايه؟ القاعده الشرعيه دي، مع ان ما فيش نص فيه، ولكن ده يندرج تحت هذه الايه؟ القاعده، وتحت قاعده ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. لان لو قلنا ان الناظر ليس له ان ياخذ، طب هو هيعمل ده كله ليه؟ ما ممكن يكون الوقف ده ايه؟ زي مثلا وقف الملك عبد العزيز. وقف الملك عبد العزيز ده تخيل ده ايه؟ برج الساعه ده كله بالابراج اللي فيه دي كلها، ده وقف الملك عبد العزيز، اكبر برج في اكبر ناطحه سحاب في المملكه العربيه السعوديه. طيب انا لو جيت دلوقتي قلت الناظر ده اللي هو يبقى مدير النظر دوت، طبعا الحاجات دي كلها بتتاجر، محتاجه صيانات، محتاجه حاجات كتير، امور طبعا كتير جدا جدا. يعني انت فندق صغير بيصعب على صاحب الفندق اصلا ان هو يجيب ناس اداره جيده ان هي تقدر تدير كل نقطه فيه، جايب مدير لكل، مدير للمطعم، مدير الاداره، مدير للاستقبال، كل دي محتاجه ايه؟ محتاجه تفرغ. طيب تخيل وقف زي وقف الملك عبد العزيز دوت بهذا الحجم الكبير جدا، لو جينا قلنا دلوقتي محتاجين له ناظر ويكون متبرع. طب ناظر متبرع دوت هيجيب وقت منين؟ ده انت الوقت ده انت لو قعدت 24 ساعه في الوقف دوت عشان تديره مش هتعرف تديره ايه؟ لان محتاج طبعا ايه؟ تجيب تحتك ناس مساعدين، فالمساعدين دول هياخدوا اجره، فدول كانهم ايه؟ كانهم وكلاء عن الناظر. فلو قلنا دول برضو ما ينفعش ياخدوا فلوس، يبقى الاوقاف كلها ايه؟ هتضيع وتنهدر كل هذه الايه؟ المصالح الشرعيه. فلذلك جاز للواقف ان ياكل من هذا الوقف بالمعروف حتى ولو كان غنيا. الناظر الوقف للنظر، يعني الوقف يعني يبيح للنظر ان ياخذ، او النظر عليه اي يعني يجوز للناظر ان ياكل من هذا الوقف بالمعروف حتى ولو كان غنيا. هو اللي يحدد نفسه ولا حد يحدد؟ ما كلمه بالمعروف ده يعني ايه؟ يعني يرجع فيه الى العرف، ان اللي بيعمل عمل لان الاوقاف بتختلف. يعني وقف زي وقف الملك عبد العزيز ده غير وقف مثلا زي وقف مسجد، فدوت بيحتاج ايه؟ جهد كبير جدا، فيبقى دوت هياخد اجرته بالمعروف، مثل اللي بيدير مثل هذا الوقف بياخد مرتب قد ايه، يبقى هو ياخد مثله بالمعروف. مش كم. وله الأكل بالمعروف نص عليه ولو لم يكن محتاجا، قاله في القواعد. وله التقرير في وظائفه. تقرير في وظائفه يعني ايه؟ يعني يعين ايه؟ يعين امام مسجد، يعين مؤذن، يعين عامل، يعين مقيم شعائر. لأنه من مصالحه، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. ليه؟ لأن قلنا دلوقتي الناظر ده بيفعل الأحظ في الإيه؟ في الوقف، فلازم لما يجي يختار الأحظ في الإيه؟ في الأمور دي كلها هو إيه؟ الأولى شرعا، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم إيه؟ سنا. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. يعني دلوقتي لو تعين ناظر ما ينفعش انت شيء طول ما هو ايه؟ بيؤدي الواجب عليه والمأمور به ولا يفرط ولا يتعدى، يبقى هنا ايه؟ يجب الابقاء عليه، الا لو ايه؟ لو وجد مسوغ شرعي يجيز ايه؟ تغيير هذا الناظر. كتعطيله القيام بها. قال يعني تعطيل القيام بالايه؟ بوظيفة الايه؟ وظيفة الناظر. قال الشيخ تقي الدين تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. يعني لو جه ايه؟ لو جه حوسب وعوتب فتاب وأناب ورجع عن خطئه يبقى خلاص يبقى ايه؟ يبقى عليه. طيب ما تابش ولا رجع، يبقى هنا ولي الأمر ليه ان هو ايه؟ لأن قلنا الناظر ولي الأمر له أن يزيل ايه؟
ناظر معين ان خالف الايه؟ ان خالف مقتضى الوقف. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها نزل يعني صح. تنازل، يعني واحد كان ناظر وتنازل عن الوقف ده، الواحد ايه؟ هو شايف ان هو احق منه وان هو ايه؟ هيدير الوقف دوت افضل منه. صح وكان أحق بها من غيره. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. هنا دي حته مهمه جدا. هنا بيقول لك الفقهاء طبعا ايه؟ العلماء الذين لم يجيزوا اخذ الاجره على اوجه البر، قالوا لان ده ايه؟ ان ده عمل بر ما ينفعش تاخد عليه ايه؟ تاخد عليه اجر، ولكن اجازوا جعلوا لهم ايه؟ مخرج شرعي، لان دول كده كده ايه؟ هيبقوا محتسبين، محتاجين وقت فراغ، محتاجين ان هم ايه؟ امام المسجد ده محتاج ان هو يكون في المسجد 5 اوقات، فده كده هيعطله عن ايه؟ عن مصالح اخرى. ولو عطل عن المصالح، لو طبعا ايه؟ عشان نقول له خليك ومالكش اجر، يبقى بالتالي محدش هي ايه؟ هينصب نفسه لايه؟ لاصلاح هذه الاوقاف. فبالتالي الشرع جعل لهم ايه؟ المخرج لهم ان هو لهم ايه؟ لهم رزق من بيت المال. الرزق من بيت المال ده للاعانه على الطاعه وليس كاجره. فيبقى هنا ده ايه؟ ده كده ده لا ينقص من اجر الايه؟ من اجر الفقيه ولا الايه؟ ولا العامل في النظر في الوقف ده. ليه؟ لان ده رزق عشان ايه؟ مقابل الايه؟ التفرغ ده عشان ايه؟ يقيم هذا الايه؟ هذا الوقف. اما بقى لو ايه؟ لو خد اجره او جعل، لان الجعل ده ايه؟ من قبيل الاجره، بس الفرق بين الاجره والجعل ايه؟ ايه الفرق بين الاجره والجعل؟ بتبقى محدده. اما الجعل ده ان مثلا ايه؟ يجعل مثلا ايه؟ هديه معينه بدون ما يحدد الايه؟ العامل، ولا حد ممكن ايه؟ طبعا في خلاف مساله ايه؟ تحديد الايه؟ الجعل نفسه. ماشي؟ بخلاف الاجره هي محدده الايه؟ محدده المده ومحدده الاجر. يعني بتاخد على عملك في الشهر ده 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، فده كده اسمه ايه؟ اجره. بخلاف اللي يقول لي ايه؟ يقول لي من اتى لي مثلا بايه؟ بناقه الايه؟ الضائعه فله ايه؟ فله 1000 جنيه، ده اسمه جعل. ماشي؟ في أصح الأقوال فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة. لأن لو كان عوض وأجرة يبقى ملوش فيها إيه؟ ملوش فيها أجر. وشوف سبحان الله، شوف بقى جمال الفهم في الدين لهذه المسألة. هم هنا بيبحث عن إيه؟ هو ليه اتكلموا أصلا في المسألة ديت؟ بيتكلم فيها ليه؟ بحثا على إن اللي بيعمل في الأوقاف دي كلها ناس محتسبة، ناس بتبحث عن الإيه؟ عن الأجر الشرعي، إن هو ياخد أجر من الله عز وجل. فقالوا دلوقتي لو جينا قلنا دلوقتي إن هو لو خد أجر هيضيع عليه الثواب، فقد ايه؟ يجعل ذلك، لان دايما النفس البشريه لما تبقى عارفه ان هي هتاخد ثواب اخر من الله عز وجل، ده هيكون ادعى للجد والاجتهاد وعلو الهمه في ايه؟ في اصلاح هذا الوقف. بخلاف لو قلنا ليك اجره، هيبقى زي ايه؟ مثال الموظفين في الايه؟ في الشركات والمصالح الحكوميه والحاجات دي كلها، تلاقي بيعمل عمل ايه؟ روتيني، مش خايف على مصلحه العمل، مش خايف على اي حاجه، مش خايف على اهدار الوقت ولا اهدار المال ولا اي حاجه. ليه؟ لأنه هو مش محتسب أصلا، هو بالنسبة له شغال إيه؟ موظف وبياخد أجره آخر الشهر. بخلاف دوت لما أقول لك إن أنت إيه؟ أنت هتاخد رزق وليك أجرك من الله عز وجل، ده هيجعلك إيه؟ هيجعلك بتجتهد إن أنت إيه؟ تنال أعظم الأجر من الله عز وجل، لأن أنت محتسب في هذا العمل لله عز وجل. فده بيكون أدعى إن الإنسان يخلص لله عز وجل في هذا العمل، فيراقب الله عز وجل في عمله. وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. يعني كل دي تعتبر إيه؟ تعتبر رزق من إيه؟ من بيت المال أو من الواقف إيه؟ الواقف، وليس إيه؟ وليس أجرة ولا جعل. ده كله ليه؟ عشان نقول بس إن هو ليه ثوابه لو إيه؟ لو هو أخذه ثواب لو عمله لله عز وجل. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب حمكم الله لا حمك الله. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف. قاله الحارثي. يعني إيه؟ اللي بيقولوا بأن لا يجوز في القرب أخذ الأجرة
مش هيمنع من ايه؟ من اخذ الرزق، لان ده ايه؟ لان قالوا ده كده ايه؟ لا يمنع ان يكون العمل ده لله عز وجل، وهو كده ليه ثوابه من الله عز وجل. طيب بعد كده كلمة على فصل الحته اللي هي بتاع المشروط دي لا يمنع من اخذ المشروط بتاع ايه؟ لا الحته الاخيره بقول لك وينبني عليه ان القائل بالمنع من اخذ الاجره على نوع القرب لا يمنع ممن اخذ المشروط في الوقف. يعني هنا ايه اللي بيقول بانه لا يجوز للانسان اذا عمل عمل بر ان ياخذ عليه اجر، في الحاله دي بيقول لك ان هو يجوز ان هو ياخذ المال ده. ليه؟ لان قال لك ده مش اجر ولا جعل، ده ايه؟ رزق من بيت المال. تمام.